بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله رجعنا لكم النهاردة بفيديو جديد ومعلومة جديدة وسؤال بيشغل كل مربي وأي حد مربي، سواء مربي عجول أو مربي غنم، بتلاقي السؤال ده بيفرق معاه. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الديدان. الديدان ديت يا جماعة العدو الخفي بتاع أي مربي. الديدان ديت اللي بتضيع جريك، هي اللي بتضيع العلف اللي انت بتشتريه بفلوس. حضرتك تبقى جايب النعجة او جايب الخروف او جايب العجل وبتصرف عليه، والعجل بياكل معاك كويس والنعجة بتاكل معاك كويس ومش باين عليها تحويل، تلاقي شعرها واقف، تلاقي الكرش بتاعها منفوخ. النعجة مهما تاكل ما بتكبرش، ومهما تاكل تحس اللي هي هزيلة كده، واي مرض يجي لها يأثر فيها، ما هي طبعا المناعة بتاعتها قليلة. فان شاء الله النهاردة هنتكلم عن تجريعات الديدان. ومعانا النهارده معانا حاجه اللي هي الليفا فلوك اهي. انا مش بعمل دعايه ولا بعمل حاجه، بس دي حاجه انا جربتها وجابت معايا نتيجه. يلا نخش في الموضوع على طول. في الاول خلينا نعرف يعني ايه ديدان. الديدان ديت طفيل او طفيليات بتعيش جوه كرش الحيوان. طيب الديدان ديت ممكن تعيش معانا فين؟ الديدان ديت ممكن تعيش معانا في الامعاء، ممكن تعيش معانا في الرئة، ممكن تعيش معانا في الكبد. يبقى الديدان ما بتعيش في كرش الحيوان بس، طبعا الكبد والرئة وده كله جوه كرش الحيوان، بس طبعا هي موجودة في الأمعاء وفي الكبد وفي الرئة. طيب الديدان اللي في الرئة ممكن تعمل لي ايه؟ طبعا الديدان اللي في الرئة سواء في العجول او سواء في الغنم لو زادت ممكن توصل لحد اللي هي تجيب لي التهابات رئوية. وطبعا انا مش عايز المشكلة دي، بدل ما كان عندي ديدان بس انا دخلت في التهابات رئوية ودخلت في موضوع كبير. الديدان اللي في الامعاء طبعا بتتغذى عن الاكل اللي انت بتحطه للحيوان بتاعك. يعني قبل الحيوان ما بياكل، قبل الحيوان ما يستفاد من العلف، من البرسيم، من السلاج، من اي حاجة انت بتقدمها له، الدودة ديت هي بتملى بطنها الاول، وبعد كده اللي يفيض منها يروح في الحيوان. طب انا بربي ديدان ولا بربي مواشي؟ فايه، فحضرتك لازم تبقى عارف انت تشتغل ازاي. طبعا دي حاجة بسيطة. ده شركة، ما الليفا فلوك ده طبعا مصر يا جماعة، تبع شركة بالما سويد. زي ما انتم شايفين في عبوات صغيره وفي عبوات كبيره. طبعا انت لو عندك كميه كبيره بتجيب لهم مثلا كذا عبوه من ديت، لو انت عندك واحده او اتنين او راس او اتنين بتجيب لهم العبوه الصغيره. طيب الليفا فلوك ده بيشتغل معانا على ايه؟ بيشتغل معانا على 3 انواع ديدان. هو فيه مادتين فعالين، فيه الليفا مايزول بيشتغل معانا على الديدان المعويه والديدان الرئويه، وفي ماده فعاله تانية بتشتغل معانا على الديدان الكبديه. فانا حديه للحيوان يبقى انا ريحت نفسي من جميع انواع الديدان. طيب في حاجات لازم اخد بالي منها وانا بقدم وانا بجرعه للحيوان الليفا فلوك ده. طبعا الليفا فلوك ده عشان يجيب معاك افضل نتيجة لازم يكون الحيوان على الاقل خالص مانع قطع الاكل قبلها ب 12 ساعة. يعني حضرتك تديه على ريق النوم الصبح، الحيوان يشرب ميه عادي عشان يجيب معاك افضل نتيجه. يبقى الحيوانات كده قبل ما تطلع الصبح، قبل ما تفطر، قبل ما تاكل على الفيته او قبل ما تاكل الخضره بتاعتها، حضرتك تيجي مجرحها ديدان وتستنى ساعه بعد ما تجرحها. يعني انا جرحتها دلوقتي، تستنى ساعه وبعد كده تحط لها الاكل. في الفتره ديت تاخد افضل نتيجه، لو انت عملت كده تاخد افضل نتيجه من المنتج ذات نفسه. طيب خلينا نعرف لو حيوان عنده ديدان ايه اللي ممكن يحصل له، او انا اعرف ازاي اللي الحيوان ده عنده ديدان، لو عجل ولا خروف او نعجة او اي حاجة. الديدان يا جماعة بتخلي شعر الحيوان بتاعي واقف، بتخلي كرش الحيوان بتاعي تشوفه منفوخ مع ان الحيوان معضم ما فيهوش حاجة. يعني الكرش تلاقيه كبير كده وتحس اللي هو شبعان بس هو مش شبعان، هو دي ديدان. فطبعا طب ايه الفرق؟ ممكن واحد يسأل ويقول لنا ايه الفرق ما بينه وبين الايفوماك؟ ما انا ممكن ندي الايفوماك. طبعا الايفوماك زي ما احنا عارفين فيه المادة فعالة الايفرمكتين، بتشتغل معايا على الطفيليات الداخلية والخارجية. طبعا فلو حيوان عندي مثلا في امل، في جرب، في بيحك نفسه في الحيطة، لو الغنم مثلا فيه قوب، لو في اي حاجة من الاعراض ديت ادي ايفوماك.
طب لو انا الحيوان عندي مثلا من بره ما فيهوش امل، ما فيهوش جرب، ما فيهوش اي حاجه، ما فيش قوب، ما فيش الاعراض الخارجيه دي كلها، الليفا فلوك هيشتغل معاك على الديدان اكتر وافضل، لان هو متخصص موجه، المادتين الفعال بتوعه موجهين للديدان ذات نفسه. ف جينا للسؤال اللي الناس كلها بقى بتسأله، اللي هي الجرعة. أنا حد النعجة كام كيلو؟ بس قبل ما أقول لك على الجرعة، ما تنساش تصلي على حبيبك النبي، ولو إحنا بنقدم لك أي حاجة ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك وتدعمنا بتعليق. ولو أنت عارف أي حد مربي والحيوانات عنده بيشتكي منها، اللي هي ما بتكبرش، اللي هي بتخسر، اللي أنا جايب حيوان بقاله سنة، بقاله 6 شهور ومش راضي يكبر وزي ما هو، ما تنساش تشير له الفيديو، لان الحاجات ديت ربنا يجعلها في ميزان حسناتها، في ميزان حسناتنا، وربنا يجعلنا اللي احنا بنقدم لكم اي حاجه تفيدكم، مع انها حاجه سهله وحاجه بسيطه هي زي ما انتم شايفين. طبعا الجرعه معانا للحيوان 2.5 ملي لكل 10 سم. يعني انا لو عندي مثلا نعجه 40 كيلو او 50 كيلو، انا هديها النعجه معايا زي ما انتم شايفين يا جماعه، الجرعه هي مكتوبه 2 مل لكل 10 2 ملي ونص لكل 10 كيلو جرام. فانت تحسبها، يعني انا لو عندي عجل 100 كيلو هياخد 25 سم، لو عندي عجل 200 كيلو هياخد معايا 50 سم. فانت النعجة اللي هي 50 كيلو او 40 كيلو حضرتك اديها 15 سم، يعني اديها من 12 سم لحد 15 سم. لو الكبش الكبير بتاع القطيع عادي ممكن تديله لحد 25 سم. دي كانت معانا الجرعة، وديت كانت معانا اللي احنا حبينا نختصر الموضوع ونقول لك ايه هي فوائد الليفا فلوك او ايه هي فوائد الديدان. فانت ما تضيعش فلوسك على الفاضي، سواء العبوة غالية سواء العبوة رخيصة. وطبعا انت لو بصيت للقيمة بتاعت الدواء اللي انت بتدفعها، سواء اي حاجة اي دواء انت بتجيبه، فالموضوع بالنسبة للأكل، أنت شوف العلف النهاردة بكام. أنا عايز كل جرام أحطه للحيوان بتاعي يحولهولي لحم أو يحولهولي أحس إن الحيوان بتاعي بيكبر. فأنت ادي الجرعة ديت، وبعد 21 يوم ادي جرعة تانية لو أنت لسه جايب الحيوان، وامشي كل 3 شهور ادي جرعة واحدة، يبقى أنت كده في السليم وحيواناتك في السليم. بس في معلومة يا جماعة، العشر في سؤال برضو ممكن ناس تسأل، هل العشر ياخد ولا ما ياخدش؟ أنا عن نفسي بدي العشر اللي هو لسه عشر صغير، على عشر لو نعجة عمر عشر شهر او شهرين انا بديها وما حصلش عندي اجهاضة ولا اي حاجة، والبقرة برضه. بس انت عشان تبقى في السليم وتفادي نفسك برضه من المشاكل او تفادي نفسك من اي مخاطرة، النعجة اللي هي اقل من 2 شهور ونص عشر ما تديهاش، خليك في في 2 شهور ونص فما فوق، خليك يعني في الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة من الحمل. الحمل الصغير حاول تفادي نفسك منه، عشان خاطر عشان خاطر ما تقعش في مشكلة ولا حاجة. فمعلش لو صوتي رايح شوية، أنا عندي شوية برد، ادعوا لي ربنا يشفيني إن شاء الله ويشفي أمراض المسلمين. ولو انت هتذبح برضو خروف يا جماعة، فترة السحب بتاعته بتبقى من 5 أيام لحد 14 يوم، عشان خاطر تبقى واخد بالك لو انت هتبيع خروف لحد يذبحه ولا حاجة، عشان خاطر الحلال والحرام. ما يعني لو الخروف هيتذبح ما ياخدش ديت، ياخدها يكون عدى عليه 14 يوم، عشان خاطر ما تضرش حد ولا تأذي حد. احنا في الاول وفي الاخر كلها كلها حاجات بسيطة وكلها حاجات تافهة، فاحنا مش عايزين نشيل سيئات او نشيل حاجة من غير ما نحس. فطبعا حافظ على حيواناتك وخاف على حيواناتك. بالنسبة للناس، لو انت لسه جايب خروف او انت لسه جايب حاجة، اول ما تجيبه طبعا لازم تجرعه، سواء ليفا فلوك سواء بندازول، في انواع تانية برضو، بس طبعا ده بيشتغل معايا زي ما قلنا على الكبدية والرئوية والمعوية، فده بيريحني من حاجات كتير ومن مشاكل كتير. حاجة تانية يا جماعة بقى حبيت انوع عليها في اخر الحلقة، طبعا زي ما احنا عارفين الحمى الكلعية، وزي ما انتم شايفين كلكم منتشرة بطريقة اللي هو سات واحد العترة الجديد، وفي حيوانات كتير ماتت في مصر وفي حيوانات كتير، وده اللي احنا بنحكي فيه من اول السنة ومن اول العترة الجديدة دي ما طلعت، بنحكي يا جماعة التحصين يا جماعة التحصين. وفي فيديوهات على القناة، يمكن اغلب الفيديوهات اللي على القناة بتساوي التحصين. فانا لو عندي 10 غنمات او عندي عجلين او عندي 3، حضرتك ما انتش عايز تجيب مستورد، انزل اي وحدة بيطرية، اي وحدة بيطرية قريبة منك هتجيب التحصين يعتبر ببلاش، الدولة موفراه والدولة مدعماه، اللي هو القح العباسية ده يعني كويس ممتاز.
انا شغال بيه يعني الحمد لله على مدار سنتين اهوت، مفيش اي اصابه حمى دخلت عندي المزرعه، ولا في غنم ولا في مواشي. انا ليه هدخل نفسي العجل لو تعب منك هتصرف 2000 و3 ومش هجيب نتيجه، وفي الاخر هيتلقح وتأذي بيه جارك وترميه على السكه وترميه على المشروع وترميه على المصرف، ويأذي جارك ويأذي صاحبك ويأذي اخوك. طب انا ليه؟ انا اعمل اللي عليا، احصن حيواناتي لو المرض جه. حتى انا الحيوان هيبقى واخد مني مناعه ويبقى متحصن، حتى هقدر اعالجه، هعرف اعالجه. يعني ممكن المرض يجي وانا محصن، لو المرض ما جاش يبقى انا خدت بالاسباب وعملت اللي عليا وما قصرتش في حاجه. ولو لا قدر الله انا محصن والحيوان حصل له حاجه برضه، يبقى انا ساعتها ملومش نفسي وما انبش نفسي. كلها حاجات بسيطه في الاول وفي الاخر، وكلها حاجات تافهه. واحنا هدفنا هنا من القناه اللي احنا نشتغل مع بعض صح. مش لازم عشان تشتغل صح اللي انت تصرف فلوس كتير. عايز تشتغل صح، اشتغل بدماغ. اشتغل بجسمك وبيدك وكل حاجه، بس اشتغل بدماغ. انا الحيوان اعرف الحيوان هو عايز مني ايه. انت لو عرفت الحيوان عايز منك ايه، لو عطيته الوقايه بتاعه المرض بتاعته، انت كده هتاخد من الحيوان افضل ما عندك. ليه؟ انت كده كده بتوكل، كده كده بتشرب، كده كده بتجيب علف، كده كده بتصرف فلوس، كده كده الدنيا غاليه. طب انا ليه ده كله اجي على حاجه بسيطه تحصين، اجي على حاجه تجريع الديدان، اجي على حقنه ايفوماك، اجي على شويه رافع مناعه، على شويه منشط كبد؟ حاجات كلها تافهه والله العظيم، حاجات كلها لو حسبتها جنب شكارة علف ولا جنب تمن الحاجه ما هتيجي بفلوس، هتيجي معاك ببلاش. فعشان ما اطولش على حضراتكم برضو، ما خاف على نفسك وخاف على مواشيك، ويا رب يصلح حالنا وحالكم وحال كل الناس، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.